السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم رطب الرياحي في مقطع جديد. واليوم راح اتكلم عن ظاهرة معينة صارت باليوتيوب الأجنبي. فبالنسبة للي ما يعرفون شي أو ما عندهم خبرة باليوتيوب الأجنبي مثلي أنا بدون ما أحاول إني أبدلكم كأني متغطرس، بس صار ظاهرة معينة، حيث ان اغلب المستخدمين اللي القاهم مغيرين صورتهم الشخصية لكليبي. واللي ما يعرف من هو كليبي فهو المساعد اللي كان يطلع بنسخ مايكروسوفت ويندوز اكس بي وما غير اكس بي وما اعرف النسخة الثانية. وهسه يجي السؤال الاهم، ليش هاي الظاهرة بدأت تصير؟ بكل بساطة هي بدت من قبل يوتيوبر ومستخدم اسمه لويس روسمان كحركة احتجاجية دعاها المستخدمين يواجهون ممارسات غير عادلة للشركات الكبرى، مثل رقابة وحظ البيانات اللي تسويها شركات مثل جوجل، يوتيوب، اكس ويلخ وهلم جرة. وهسه اكو سؤال يدور ببالكم، ليش كليبي تحديدا؟ وهذا السؤال جوابه جدا بسيط، انه يعتبر رمز التكنولوجيا القديمة، كانوا يعتبرونه مصدر ازعاج، او الاغلب اللي كان يعتبر مصدر ازعاج، بس مع ذلك كان ايقوني وشفاف بنفس الوقت. وبسبب ايقونيته وترميزه للتكنولوجيا القديمة فهاي الحركة تشجع المستخدمين بأن يغيرون صورهم الشخصية إلى كليبي كرفض الحركات السيئة اللي تسويها المنصات مثل يوتيوب وغيرها. الخطة اللي حاول يسويها روسمان تضمنت 3 خطوات بسيطة. الأولى واللي هي أكثر وحدة واضحة وسهلة، إنه المستخدم يغير صورته الشخصية إلى كليبي. الثانية يعلق على الفيديوهات ويعد صورة كليبي. والثالثة انه يحط لايك على كل تعليق بصورة كليبي. كل هذا لهدف واحد، انه يخلون كليبي رمز واضح للاحتجاج الرقمي بين الناس على طمع الشركات، ولهذا الشيء انا ذكرته سابقا. انتشار كليبي مثل النمل الفارسي دكتور سامجة ادري، هو شيء يعتبر غير معتاد وغير متوقع بنفس الوقت، وهذا اثار الفضول والحيرة بين المستخدمين يوتيوب. لهذا السبب كان في رايين حيال هاي الحركة الاحتجاجية اللي سواها لويس روسمان. الاول ان هي حركة ضعيفة من الاساس راح تنتهي في مدة معينة من الزمن، والثاني يشوفونها حركة استراتيجية ذو تأثير عالي ويمكن راح تغير رأي الشركات. أنا عن نفسي أشوف إن هاي الحركة يمكن راح تغير رأي الشركات، وأنا حتى أشوف إن هي يمكن تكون الأمل الوحيد بتغيير طريقة تفكيرهن واتخاذ القرارات الصعبة لصالح المستخدمين. وكل شيء أريد أذكرنا همين، المستخدمين بدأوا يلقون بدائل عن يوتيوب على شكل منصات أقل معرفة بكثير عن منصة اليوتيوب نفسها، مثل الموقع فيدلي أو ديلي موشن. مع وجود هذين العاملين حركة كليبي والبدائل هذني اللي ذكرتهم قبل شوية، فالشركات الكبيرة بدءا من يوتيوب وجوجل راح يأخذون الأمر بجدية لو استمروا كل السوالف. وان شاء الله ايضا راح يوصل شركات مثل تويتر او ميتا. كل اللي نتمناه كمستخدمين شغوفين للسوشيال ميديا باكملها، انه هذه الشركات الكبيرة يستمعون لاحتجاجاتنا، يشوفون مساوئ افعالهم ويرجعون كويسين مثل ما كانوا سابقا. وبس خلص كلامي عن الموضوع، اشوفكم بعدين، مع السلامة.